السلام عليكم. غنقدم لكم اليوم الوصفه اللي كنديرها لشعري ملي كنكون مزروبه وغادا للحمام. الوصفه هي مغذيه وكتعطي لواحد النمو للشعر، واحد ملي كيتصل كتعطي واحد الحيويه. غادي نديرو فيها جوج بيضات، انا حيت شعري طويل غندير فيها جوج بيضات بلديين. الا ما كانش البيض البلدي ماشي مشكل، ممكن نعوضوه بالبيض عادي. الا كان الشعر قصير ممكن غير وحده. دانون مسوس او ياغورت طبيعي نديرو واحد 8 جوج معالق. انا هادشي اللي نديرو على حسب بان شعري طويل. غادي نديرو واحد شويه ديال الحامض، 8 واحد المعلقه صغيره هكا. اللي ما عندوش الحامض او اللي فيه القشره يدير الخل، خل تفاح. وغادي نستعمل واحد 8 معلقه ديال الزيت اللي ديجا انا كيقوي ليا شعري اللي صاوبتو داك النهار. راني حطيت لكم لا فيديو ديالو. غادي نخلطوا هادشي كامل حتى غيولي عندنا متجانس، وغادي نديروه للشعر ديالنا. تمام. غادي نديروه كامل للشعر، غادي نبداو من لي بوينت من لتحت وحنا طالعين. غادي نخليوه في الشعر ديالنا واحد 20 دقيقه حتى ل 45 دقيقه، كيجي هكا خصو يتخلط مزيان. كنديروه للشعر ديالنا وكنديروا البوني او بابي سولوفان كنديروه للشعر. كنخليه واحد قلت لكم من 20 حتى 45 دقيقه. هو كيعطي واحد الحيويه للشعر، وكنعرفوا بان البيض كيوافق الشعر كيخليه كيغذيه، لان الفيتامينات اللي في البيض راها معروفه. اللي خافت من ريحه البيض ممكن انا كنستعمل الروزماري او اكليل الجبل ولا الازر اللي معروف بالمغربيه. مي قبل ما نغسل شعري كندير واحد نص طل فيه الماء طايب وكنرمي فيه هادو. بما كنغسل شعري وداكشي كنعاود نشد البيه صافي ما كتبقاش داك الريحه ديال البيض. ولا اللي ما عندوش اكليل الجبل ممكن يدير واحد نص حامضه يقطرها في واحد 3 أو 4 ديال الطويصات ديال الماء دافي ويشلل به. كنتمنى بان الوصفه اليوم تعجبكم. غادي نحط لكم الليان ديال هاد الزيت اللي انا صاوبته. كنتمنى الوصفه تكون كتعجبكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي انتصار بيوتي، وتتابعوني على الفيسبوك وعلى الجروب ديالي باش تشوفوا الريزلت، لان كنحط التصاور تما. ما كنقدرش نحطهم هنايا. من بعد ملي كنجرب الوصفه وداكشي كنحط البنات اللي عندنا في الجروب. راه نحط لكم اللين ديالو. هذا يوم مبروك ويوم سعيد، وكنتمنى لكم الصحه والسلامه.